الذهب والفضة في سقوط حر. الفضة بتسجل أكبر هبوط في يوم واحد من سنة 1980، والذهب خسر حوالي 10% يوم الجمعة اللي فاتت لوحده. إيه اللي بيحصل في الأسواق؟ قبل ما ندخل في التفاصيل ونحلل اللي بيحصل، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وياريت تشاركوا الفيديو ده مع أي حد مهتم يعرف مصير استثماراته. النهاردة هنحلل مع بعض أسباب الانهيار ده، وهل هو نهاية الحلم للمستثمرين ولا فرصة تاريخية للشراء؟ وفي آخر الحلقة هنجاوب على السؤال الأهم: هل ده وقت مناسب للشراء ولا لأ؟ خليكم متابعين معانا للآخر. طيب خلينا نبدأ بالأرقام اللي صدمت الكل. سعر الذهب الفوري نزل حوالي 5% النهاردة، ووصل لحوالي 4634 دولار للأونصة. وده بعد ما كان خسر 10% يوم الجمعة ونزل تحت مستوى ال 5000 دولار. بالظبط، حاجز نفسي مهم جدا. والفضة؟ لا، الفضة قصتها أعنف كمان. الأسعار الفورية نزلت أكتر من 12%، وده زي ما قلتي أكبر هبوط يومي ليها من سنة 80. حاليا بتتداول عند حوالي 78 دولار ونص للأونصة. ياه، دي أرقام مرعبة. والتأثير ده أكيد ما بقاش بس على سعر المعدن نفسه، صح؟ لا طبعا، ده عمل زي موجة تسونامي ضربت أسهم شركات التعدين في أوروبا. على سبيل المثال، أسهم شركات كبيرة زي جيلنكور نزلت 3.5%، وأنجلو أمريكان نزلت 3.7%. ودي شركات عملاقة جدا. أما فريزنيلو فخسرت حوالي 6.3%. ده بيورينا إن الهزة مسمعة في قطاع تانية مرتبطة بشكل مباشر بالذهب والفضة. طيب، خلينا نفصص الموضوع. إيه الأسباب اللي خلت الأسواق تتصرف بالجنون ده فجأة؟ بصي، هو في كذا عامل اشتغلوا مع بعض، بس في شرارة أساسية. السبب الأول والأهم هو تغيير محتمل في قيادة الفيدرالي الأمريكي. تقصد خبر ترشيح الرئيس دونالد ترامب لكيفن وورش؟ بالظبط، الخبر ده هو اللي ولع الدنيا. كيفن وارش معروف في الأوساط الاقتصادية بإنه صقر. لحظة، بس ده مجرد ترشيح، يعني لسه مش قرار نهائي. غريب إن السوق يتصرف كأن الموضوع حصل خلاص. سؤال ممتاز، وده ياخدنا لقلب سيكولوجية الأسواق. الأسواق مش بتسعر الواقع الحالي، دي بتسعر التوقعات. طب ومصطلح صقر ده معناه إيه عشان الناس تبقى متابعة معانا؟ ببساطة، صقر يعني بيميل لسياسة نقدية متشددة، يعني بيحب يرفع أسعار الفايدة عشان يحارب التضخم. يعني صقر يعني فايدة عالية. وإيه علاقة ده بالذهب؟ علاقة عكسية تماماً. لما الفايدة بترتفع الدولار بيبقى أقوى، والاستثمار في السندات بيبقى مغري أكتر لأنه بيدي عائد. والذهب ما بيديش عائد. بالظبط، الذهب أصل صامت، فالمستثمر بيبدأ يبيع الذهب ويروح للدولار. فمجرد ما خبر ترشيح صقر زي وارش نزل، السوق بدأ يسعر السيناريو ده فوراً. فهمت، يعني السوق باع حقيقة لسه ما حصلتش أصلاً. بس برضو ده لوحده مش كفاية إنه يعمل كل الهزة دي. 100%. وده ياخدنا للسبب التاني اللي كان بمثابة بنزين اتصب على النار: جني الأرباح. منطقي جداً. ما ننساش إن الذهب والفضة حققوا ارتفاعات تاريخية. السنة اللي فاتت بس الذهب ارتفع 145% والفضة 65%. 145%؟ أيوة، وقبل أيام قليلة الذهب سجل أعلى سعر في تاريخه عند 5626 دولار و8. طبيعي بعد الصعود ده كله يحصل عمليات بيع لجني الأرباح. يعني السوق كان متشبع بالشراء وجاهز لأي خبر سلبي عشان يصحح. بالظبط. أول ما بيظهر خبر سلبي قوي زي ده بيبقى هو الإشارة اللي الكل مستنياها، بيحصل تأثير الدومينو والكل بيجري يبيع. وفي سبب ثالث كمان تقني أكتر، ليه علاقة بمتطلبات الهامش، صح؟ تمام، دي نقطة مهمة جدا. مجموعة CME جروب رفعت هوامش عقود الذهب الآجلة من 6% ل 8%، وعقود الفضة من 11% ل 15%. يعني ببساطة ده بيخلي تكلفة المضاربة على الأسعار أغلى؟ بالظبط كده، ده أفضل تشبيه. بيخلي تكلفة الاستمرار في الصفقة أغلى، فبيضطر بعض المتداولين يبيعوا مراكزهم عشان يغطوا الهامش الجديد. فبقى عندنا عاصفة كاملة: خبر سياسي مع دافع نفسي لجني الأرباح مع آلية سوق تقنية. التلاتة مع بعض عملوا الانهيار اللي شفناه ده. بس هنا بقى الجزء اللي بيحير، رغم كل الهبوط ده الأرقام من بداية السنة لسه إيجابية، صح؟ بالظبط،
الذهب لسه مرتفع حوالي 8% من بداية السنة، والفضة مرتفعة 16%. والأغرب هو تقرير بنك UBS. التقرير ده بيقول إيه؟ البنك لسه شايف إن في سيناريو صعودي ممكن يوصل سعر الذهب ل $7,200 لو التوترات الجيوسياسية زادت. 7200؟ لكن في نفس الوقت حذر من سيناريو هبوطي ممكن يوصل بالسعر ل $4,600 لو الفيدرالي فضل متشدد. اللي هو السيناريو اللي السوق بيتفاعل معاه دلوقتي. تماماً. السوق اختار يتجاهل السيناريو الإيجابي وركز كل خوفه في تسعير السيناريو الأسوأ. والأمر المثير للاهتمام هو إنه في الأسبوع الأخير كان في تدفقات مالية كبيرة لصناديق الذهب. دي المفارقة الكبرى. دخل حوالي 6.7 مليار دولار لصناديق الاستثمار في الذهب في الوقت اللي خرج فيه 15.4 مليار دولار من أسواق الأسهم العالمية. لحظة، يعني المستثمرين الكبار كانوا بيسحبوا فلوسهم من الأسهم ويحطوها في الذهب قبل الصدمة دي مباشرة؟ بالظبط. ده معناه إن كان في رهانات كبيرة على صعود الذهب قبل الصدمة دي. ده بيورينا إن حتى أذكى اللاعبين في السوق ممكن يتفاجئوا. إذن بعد كل التحليل ده نوصل للسؤال اللي الكل مستنيه، نشتري دلوقتي ولا نستنى؟ هل دي فرصة ولا فخ؟ الوضع الحالي أشبه بسكينة ساقطة، محاولة الإمساك بيها مخاطرة كبيرة. يعني ممكن الواحد يتعور جامد. جدا. التحليل الفني بيقول إن في تشبع بيعي وممكن يحصل ارتداد مؤقت، لكن الاتجاه العام لسه هابط بقوة. مؤشرات زي ال RSI مثلا. بالظبط. مؤشر RSI عند 28.6، وده بيقول إن البيع كان مبالغ فيه. لكن مؤشرات تانية زي سوبر ترند بتأكد إن الدببة لسه مسيطرة. يعني الإشارات الفنية نفسها متضاربة. مظبوط. والخلاصة، القرار مش بسيط. السوق محبوس بين أساسيات طويلة الأجل ممكن تكون إيجابية وبين حالة هلع قصيرة الأجل. فالنصيحة إيه؟ النصيحة هي التريث والحذر الشديد. الأفضل انتظار استقرار السوق وظهور إشارات انعكاس واضحة بدلاً من الدخول في صفقات جديدة دلوقتي. فالارتدادات غالباً هتكون فرص للبيع أكتر منها فرص للشراء المستدام. تحليل واضح جداً، وده بيخلينا نفكر في سؤال أعمق. هل الأسواق بتسعر تغيير حقيقي ومؤكد في سياسة الفيدرالي الأمريكي، ولا ده مجرد رد فعل عنيف ومبالغ فيه على ترشيح شخص لسه متعينش بشكل رسمي؟ وإلى أي مدى ممكن الخوف والهلع لوحده يحركوا سوق ضخم زي سوق الذهب بعيداً عن أي أساسيات حقيقية؟ ده سؤال مهم جداً. شاركوا آراءكم في التعليقات ونشوفكم في تحليل جديد.